قناة أخبارنا، السلام عليكم. المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. قالت تقارير إعلامية جزائرية أن نادي اتحاد العاصمة أودع اليوم الاثنين شكوى رسمية بمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان السويسرية ضد قرار لجنة استئناف الكاف القاضي بخسارة الفريق الجزائري لمباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نادي نهضة بركان. وحسب صحيفة الخبر الجزائرية فقد كلفت إدارة اتحاد العاصمة المحامي الفرنسي أرنو كونستون للدفاع عنها في هذه القضية، وهو أحد محامي الفاف في الشكوى المودعة قبل أيام على مستوى الطاس. وتزعم شكوى اتحاد العاصمة غياب الظرف القاهرة الذي استندت عليه الكاف لإقرار فوز نهضة بركان بنتيجة 3-0، وذلك بسبب حرمان الفريق المغربي من أقمصته الرسمية التي تحمل خريطة المملكة. وتحاول الشكوى الجزائرية المثيرة للسخرية إثبات توفير الطرف الجزائري لقمصان مماثلة للفريق البركاني دون خريطة، زاعمة أن مسؤول لجنة المسابقات على مستوى الكاف المصري عماد شنودة وافق على الأقمصة البديلة التي وفرها الاتحاد الجزائري لنهضة بركان بمستودع ملعب 5 جويلية. وتابعت الصحيفة الجزائرية أنه على اعتبار أن الكاف تسير نحو برمجة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك المصري يومه الأحد المقبل، فإن محامي اتحاد الجزائر طلب من الطاس أيضا تجميد النهائي بذريعة الضرر الجسيم غير القابل للتدارك الذي سيلحق بنادي اتحاد الجزائر في حال ما كسب معركته القانونية ضد الكاف. شكرا على المتابعة، والى اللقاء في تغطية أخرى.